لا يقل أحدكم الصلاح بيد الله. نعم، الصلاح بيد الله، ولكن الصلاح له أسباب، لا يأتي الصلاح بدون أسباب، فلا بد أن تقوم بالأسباب للصلاح حتى يصلحه الله. أما إذا أهملته وتركته وقلت الصلاح بيد الله فقد فرطت وضيعت الأمانة. فالولد يدعو لوالديه إذا كان صالحا. الولد الصالح يخلف والديه في بيته وفي ذريته وفي أخواته وقريباته فيحافظ عليهن. الولد الصالح يدعو لوالديه مع دعائه لنفسه: رب اغفر لي ولوالدي. الولد الصالح يقوم بالحقوق التي مات الوالد وهي في ذمته، مثل سداد الديون التي عليه للناس، تنفيذ الوصايا وغير ذلك. فالولد خليفة الوالد، فلذلك يجب على الوالد أن يعتني بصلاح ولده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.